اول حاجه بلاش تهور، يعني بلاش نروح المصايف بتاعتنا وننط من على مراكب وننزل حمامات السباحه بعنف ونضطر يحصل لنا اصابات وما بنلحقش نقوي عضلات كتفنا قبل ما ننزل نعوم. ولو رحنا الجيم وحصل لك اصابه في الجيم، بلاش تخلي الكابتن اللي عندك في الجيم يحاول يرد لك مفصل كتفك. ثالثا، ما تحاولش تزود على نفسك اوزان فوق الاوزان وتعتمد ان انت تاذي كتفك باوزان كتيره مره واحده، خليك سلولي بتشولي. ثالثا، ركوب العجل او ركوب بالذات البيتش باجي. البيتش باجي ده عامل لي انا عقده نفسيه. البيتش باجي ده انا كل صيف بنعمل عمليات وكسور كتيره جدا بسبب ركوب البيتش باجي. مش لازم بيتش باجي، ممكن نلعب اي حاجه تانية غير البيتش باجي، ان حوادثه كتير وتوتالي انسيف والناس بتجري بيه بعنف شديد جدا. ويا ريت اللي يسوق يكون مجرب يسوق قبل كده، لكن مثلا ممكن يكون سن صغير، واحنا لو بابا وماما واولادنا رايحين يركبوا بيتش باجي لو سمحتوا خدوا بالكم منهم، لان اصابات البيتش باجي فعلا كتيره جدا. بالنسبه بقى للرياضات المائيه دي ليها اصابات تانية خالص. البنانه، لما يجي يسحبك بالبنانا بوت، وياما عملنا عمليات بسبب ان واحد مش ماسك كويس فرجله علق ايده علقت جوه البنانه وجسمه هو لف، فحصل له خلع وكسر في الفور ارم. احنا ما بنخوفش الناس، بس بقول لك خد بالك، انت لو هتركب بلاش تتهور، بلاش الادرينالين يعلى ويخليك تعمل حاجات اكتر من طاقتك، فبالتالي يحصل لنا مشاكل. لو انت عايز تنجوي السمر بتاعك، لو سمحت خلي فيه شويه عقلانيه، بلاش تهور، بلاش بيتش باجي لو انت ما سوقتش كتير. لو هتركب اركب في حته سيف، امن نفسك على قد ما تقدر. الجيت سكي برضو ليه اصاباته، لان انت بتضطر ناس تقف وهي ماسكه وناس تقف تقعد تقع بظهرها يحصل لها اصابات في العمود الفقري. فلو سمحت برضو لو هتركب جيت سكي وعايز تجري بسرعه وتحس بالانطلاق، ممكن خليك وانت قاعد بلاش وانت واقف.